السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال. جبنا اللبن، طبعا لازم نغليه. حاضر يا لالا، لازم نغليه اول ما يجي كده عشان طبعا ما يروحش مننا ولا حاجه. بسم الله كده. حطينا بقى الحله على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، لازم لازم اغلي اللبن اول ما يجي على طول. تمام، طبعا اولا عشان الدنيا حر، يعني ما ينفعش ان هو يستنى. ثانيا علشان خاطر يبرد وما يتحطش في الثلاجه هو سخن. تمام، وكمان انا بحب اغليه واحطه في الثلاجه، مش بستخدمه غير تاني يوم، مثلا بالليل كده او حاجه، عشان اشيل منه الوش، لان بستخدم الوش ده اصلا بعمل بيه حاجات كتير، وخصوصا السمن الفلاحي. بصوا بقى لازم نقلب فيه كده عشان ما يلزقش معانا من تحت، وعلشان كمان الميكروبات. تمام، لازم نقلب كويس عشان ياخد من فوق لتحت ويقعد معانا لاطول فتره ممكنه، عشان ما يروبش يا جماعه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. تعرفوا بقى اللبن اذا كان هو حلو ولا وحش. بصوا الرغاوي دي كل ما بتكون كتير كده كل ما بيعمل وش اكتر. اللبن ده ما شاء الله اللهم بارك من سوبر ماركت، بس ناس ما شاء الله يعني عندهم مزرعه وما شاء الله اللهم بارك، يعني لبنهم حلو ومضمون، بنجيب منه دايما. بصوا اللبن تقيل مش خفيف. بصوا ما شاء الله، بصوا الرغاوي اللهم بارك. نفضل بقى نعمل كده لغايه يغلي معانا، بس واحده واحده عشان ما يفرش. نطفي عليه ونسيبه لغايه ما يهدى خالص، ونحطه بقى في التلاجة. الف هنا وشفا. بصوا ما شاء الله اللبن بتاعنا بقى عامل ازاي كده. تمام، طفيت عليه، نسيبه بقى يهدى خالص ويبرد، وبعد كده نحطه في التلاجة. وزي ما قلت لكم نشيل الوش بتاعه تاني يوم. ممكن نحوش القشطه بتاعته ونعمل منها سمنه فلاحي. عملناها كذا مره قبل كده وهنعملها تاني بامر الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.